تاريخيا. الآن أنا ما شايف في أزمة بتاعت هوية خطيرة على السودان. ده أول حاجة أنا داير أثبته. أنا الآن شايف الموضوع بتاع السودان الخطورة في الاستهداف الخارجي ضد السودان وتشتيت السودان. الخطورة ما في مسألة الهوية الآن، أو هويتنا كلنا كده الناس دايرين يضربوها. يعني جوانا كده منو نوباوي منو جعلي منو أدرب، ده ما مهم عند الناس، يعني ما مشكلة للسودان الآن. طيب، خالص التحية وكل المجد لأرواح الشرفاء من أبناء السودان الذين رووا بدمائهم أرض الوطن. خالص التحية لكل المناضلين في الثغور، وعاجل الشفاء للجرحى والمعوقين. واليوم بنرسل تحية إجلال وإكبار للقوات المسلحة، والزيارة التاريخية اللي قام بها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة لبارة وللأبيض ولمصميمة، وأطلق تصريحه القاتل للجنجويد وقال حيصل للفاشر. والتحية لهذا الصمود والتحية لكل من يدافع عن السودان. طيب، نقدم تحية كبيرة جدا لشعبنا الشعب السوداني في الشمال السودان، وفي جنوب السودان الشمالي، وفي الشرق وفي الغرب. يا جماعة أنا داير أقدم تحية خاصة لأهلنا في الشمال، الحلفاويين، السكوت، المحس، الضناقلة، الجعليين، الشوايقة، الرباطاب، المناصير، كل قوميات السودان في الشمال. داير أقدم تحية خاصة لقوميات السودان في شرق السودان، البيجا والحباب والبني عامر، لكم التحية. وداير أقدم تحية خاصة للبطاحين وللشكرية وللحسانية، وتحية خاصة وكبيرة جدا لدار حمر، للحمر وللكواهلة وللكبابيش. وتحية كمان كبيرة جدا لأهلنا في النيل الأزرق، الأدك والمابان والفون. وتحية يا الناس اللي في الاسم شنو ده، اي زول بتاع تعليقات ما راك براس شيلو برا. تحية خاصة لأهلنا في الدمازين، الفون والأدك والمابان وبقية القوميات الموجودة. والتحية لأهلنا في جنوب الشمال، جنوب السودان الجديد، جبال النوبة، المجموعات اللغوية 10، المجموعات اللغوية 10 في جبال النوبة، مجموعات سكانية تنتشر في كل بقاع جبال النوبة. والتحية للقوميات الأخرى السودانية اللي بتعيش في جبال النوبة جنبا إلى جنب مع قبائل النوبة الفلاتة وبعض القبائل هاجرت من غرب السودان لجبال النوبة، فيهم الفلاتة، فيهم بقية المجموعات الصغيرة وقبائل البقارة كذلك المتواجدين في جبال النوبة. التحية لكل هذا التنوع والتعدد من أبناء الشعب السوداني، وبنقول كل أجزائه لنا وطن والقومية تنتصر، وبنقول ديل كلهم سودانيين. احنا دايرين نتكلم كلام بيرتكز على مرتكزين أساسيين. يا جماعة ما يسمى بالسودان الآن جمهورية السودان اللي نحن فيها هي نتاج لتاريخ طويل. التاريخ ده ممتد
لآلاف السنين قبل الميلاد. أنا ما داري نرجع للطويل داك. الناس الحسة قاعدين في السودان ديل معترف بهم، ده اسمه التنوع المعاصر، وده ذاته نتيجة للتنوع التاريخي. التنوع التاريخي ده الطويل، ناس كوش، ناس مروي، ناس سوبا، ناس الفونج، ناس المسبعات، ناس مملكة تقلي، ناس البجا، كلهم ديل تنوع في أرض السودان اتلخبط مع بعض وجاب التنوع الحسة قاعد ده. عشان كده السودانيين الجدد نحن دايرين نثبت حاجة، نعترف بالتنوع التاريخي ونعترف بالتنوع المعاصر. المعاصر ده بتاع الليلة ده مربوط بالقديم ما بتفكه. لو انت ما بتعترف بالتنوع الحسة ده معناه انت ما بتعترف بالتنوع التاريخي. لو انت تعترف بالتنوع التاريخي يجب ان تعترف بالتنوع الحالي، لانه التنوع الان القوميات القاعدة في السودان دي هي نتاج للتاريخ القديم الموجود في السودان.